رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد مناسبة سنوية لتجديد روابط الباعة المتبادلة ومشاعر المحبة والوفاء التي تجمعنا على الدوام والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا. وهي مناسبة أيضا للوقوف على أحوال الأمة، ما حققناه من مكاسب وما ينتظرنا من مشاريع وتحديات، والتوجه نحو المستقبل بكل ثقة وتفاؤل. لقد عملنا منذ اعتنائنا العرش لبناء مغربي متقدم، فما حققته بلادنا لم يكن وبيت الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى وصواب الاختيار التنمية الكبرى والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي الذي يدعم به المغرب. واستنادا على هذا الأساس المتين حرصنا على تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي أكثر تنوعا وانفتاحا، وذلك في إطار الماكرو اقتصادي سليم ومستقر. ورغم توالي سنوات الجفاف وتفاقم الأزمات الدولية، حافظ الاقتصاد الوطني على نسبة نمو هامة ومنظمة خلال السنوات الأخيرة. قام يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية منذ 2014 إلى الآن بأكثر من الضعف، لا سيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد سواء من حيث الاستثمارات أو خلق فرص الشغل. ويتميز المغرب الصاعد بتعدد وتنوع شركائه باعتباره أيضا أرضا للاستثمار وشريكا مسؤولا وموثوقا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني بما يناهز 3 ملايين مستهلك عبر العالم بفضل اتفاقيات التبادل الحر. كما يتوفر المغرب اليوم على بنية تحتية حديثة ومتينة وبمواصفات عالمية، وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة في مجال الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية لبلادنا. شعبي العزيز، تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنية التحتية إذا لم تساهم بشكل ملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين من كل الفئات الاجتماعية وفي جميع المناطق والجهات. لذا لافتنا لأهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه. وقد أبانت نتائج الإحصاء العام للسكان سنة 2024 عن مجموعة من التحولات الديموغرافية والاجتماعية والمجالية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية. وعلى سبيل المثال فقد تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8 سنة 2024. كما تجاوز المغرب هذه السنة عتبة مؤشر التنمية البشرية الذي يضعه في فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية، غير أنه مع الأسف ما تزال هناك بعض المناطق لا سيما بالعالم القروي تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية، وهو ما لا يتماشى مع تصورنا للمغرب اليوم ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية. فلا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين. شعبي العزيز، قد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية. لذلك ندعو إلى الانتقال من مقاربات تقليدية للتنمية الاجتماعية
إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة. هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع المناطق والجهات دون تمييز أو إقصاء. ولهذه الغاية وجهنا حكومة لإعداد جيل جديد من الشعب المغربي علاقات إنسانية وثلاثية عريقة وتربطهم. لذلك حرصنا دوما على مديرية أشقائنا في الجزائر وحرصنا حوار أخوي وصادق الليل. وإن التزامنا الراسخ بالموضوع لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا وقدرتنا سويا على تجاوز هذا الوضع المؤسف. وما نؤكد تمسكين بأنه لن يكون بدون خراج المغرب والجزائر، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة تخليد عيد العرش المجيد لنوجه تحية إشادة وتقدير لكل المدني على تفانيهم وتجندهم الدائم على الشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنى أمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. السلام عليكم مشاهدينا. إذن شكر خاص لإدارة مخيم راس الماء بقيادة المدير الأستاذ أسامة الطاش. شكر كذلك لنائب المدير، شكرا للإخوة المرافقين، شكرا للأستاذة المكلفة بتتبع التربوي، شكرا